السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم في فيديو جديد. وبدل ما اطول عليكم ما تنسوش تصلوا على النبي وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بأحلى لايك وكومنت محفز، ويلا بينا. قاعدة جنب مرات غاوي بتقول هو انت غيرة منها ولا ايه، وهي بتقول لا انا كده كده اصلا واثقة في غاوي. وساعتها هي بتمسك ايدها وبتقول لها ما تخافيش. تقريبا اصلا العلاقة اللي ما بينهم علاقة مش قوية، والاتنين يا دوب يعرفوا بعض من فترة صغيرة، وانا عارفاكم من وانتوا صغيرين، انا اللي مربياكم انتوا الاتنين وعارفة طبيعة غاوي ومين بتكون عمالة بتسمع الكلام ده وبتقول في نفسها يعني هي كان المفروض اللي هي تكون عارفة ليه غاوي اتغير. وهي بتقول الواضح اللي انت كنت تعبانة اول الفترة اللي فاتت، هو الواد ده عمل لك اي حاجة؟ وهي بتقول لا لا ما تقلقيش انا كويسة، انا اصلا كنت بظلم غاوي كتير الفترة اللي فاتت وكنت بعامله معاملة وحشة وما فهمتش اللي هو بيحبني. وعمتها بتستغرب لما بتسمع الكلام ده وبتبص على الناس اللي موجودة وبتقول هو غاوي بدأ اللي هو يتحكم فيها ولا ايه. وهي بتقول انا دلوقتي فهمت تفكيره وقدرت اللي اتعامل معاه واتفاهم معاه. وهي بتقول لها بصوت عالي انا فعلا فخورة ان انت هتكوني مرات ابني، ودي اصلا بتطلع ليا مامة غاوي. وهي بتقول لها لسه بدري على موضوع الجواز ده، والكل بيتصدم اول ما بيسمع الكلام ده. وهي بتقول لها براحتك خدي الوقت اللي انت عاوزاه. وهي بتقول لها بصوت واطي هو ايه اللي حصل في ال6 شهور اللي فاتوا دول، وممكن يكون فعلا نزل للعالم السفلي علشان يدور على شوية حاجات نادرة وخلاص. وهي بتقول عمتي انا سمعت اللي هو لما راح العالم السفلي ورجع كان معاه بنتين، واحدة فيهم هو دلوقتي وداها الأكاديمية بتاعة كيمياء، والتانية اسمها شين وهو بعتها علشان تتدرب. وعمتها بتقول ايوه مالهم بقى؟ فمين بتقول وانت تعرفي اي حاجة عن البنتين دول؟ وهي بتقول انا معيش تفاصيل يعني كتير عن الموضوع ده، كل اللي اعرفه اللي هو بعتها الأكاديمية علشان تتدرب. انما شين فالبت دي نادرة وقوية جدا وعندها روحين والروح بتاعتها قوية قوي. وهي ساعتها بتفكرها بتقول انا حاولت ان انا افصل الروحين دول عن بعض بس هم ماسكين في بعض جامد قوي ما قدرتش لا اتعامل. ومين بتكون مستغربة من الكلام ده بتقول في نفسها الواضح ان غاو جابهم العالم العلوي وهو اصلا مش مهتم بيهم علشان خلاص اخد اللي عاوزه منهم. واكيد يعني في حياته اللي فاتت غاو ما جابش اي ناس العالم العلوي، ممكن يكون في حاجة جديدة حصلت في الحياة دي وخصوصا في العالم السفلي علشان هو يتغير قوي كده. ممكن اصلا يكون كل ده حصل بسببي انا. وبتبص على غاو الناس الملمومة حواليه، والواد بيقول لغاو في ناس دلوقتي كتير بقوا بيتعاملوا مع اساليب الشيطان، هنعمل ازاي في الموضوع ده؟ وابو اجنحة بيقول انت اتعاملت مع اللي بيستخدموا قوة الشيطانية دي قبل كده، اكيد هتتعامل في الموضوع ده احسن مننا. وغاو بيقول انا مش مخبي عنكم اي حاجة، وفي اليوم اللي انا حاربت فيه غين انا اصبت اصابة كبيرة بس هو كان قوي وقوي جدا كمان، وتقريبا كان في حد بيساعده، وانا كمان خرجت من القتال ده وانا متصاب وكنت شايفه وهو بيهرب وما قدرتش ان انا اعمل اي حاجة. وهي بتكون واقفة ومش عاجبها الكلام ده وبتقول في نفسها يعني اللبس اللي انا لابساه ده لبس عادي ولا ايه؟ الواضح ان واد غاو ده ما عندوش ذوق. وساعتها في حد قرع بيقول يعني انت قصدك دلوقتي تقول ان في ناس كتير بتساعد الشيطان غين ده؟ وغاو بيقول ايوه اكيد علشان الشياطين مش بتشتغل لوحدها واكيد في حد بيساعدهم. وتيم بيقول وهو بيفكر شوية اكيد الشيوخ اتوقعوا حاجة زي كده علشان زمان قصاد كل 10 شياطين بيكون في واحد بيكون غبي وهو اللي بيوقع الباقي. والواد ابو جناحات بيقول طب احنا نتعامل ازاي دلوقتي؟ ولو بتكون واقفة وما بتتكلمش وكلهم بيقعدوا يفكروا كده مع بعض، وبيعدي كام يوم وبيكون في نص الشارع في بنت ماشية كده عمالة بتستخدم قوتها، وفي حد بيجي ويقول لها انا بقالي فترة طويلة كده ما شفتش بنت حلوة قوي كده. وحد تاني بيقول هو ايه الملل اللي احنا بقينا عايشين فيه ده؟ ما بقاش في اي حاجة جديدة بتحصل. والبنت اللي تستخدم قوتها دي بتكون عمالة بتمشي عادي وبتقول انا على حسب الكلام اللي سمعته ان غاو حارب غين وورث منه الفنون بتاعة التناسخ القديمة وهربوا هما الاتنين اتصابوا. انما باللي انا اعرفه ان مفيش وريث فنون شيطانية اتهزم مرة واحدة عشان دايما بيكون عندهم طرق بيقدروا اللي هما يقلبوا بيها موازين الحرب. وغاو يعني برضه قوته مش قليلة ولا غين، لا زائد اللي هو دلوقتي معاه القاب كتيرة قوي، بس اللي هو يقدر اللي هو يهزم واحد من بتوع الفنون الشيطانية دي حاجة غريبة. الموضوع فعلا مش عادي بس محدش خالص شاكك فيه ولا كأن في خطة معمولة للموضوع ده. وهي بتاخد بعضها بتطير فوق القصر موجود، وهي بتقول واضح ان غاو ده فعلا شاطر اللي هو يمثل ويقنع كل الناس باللي هو عاوزه. بس انا فعلا مش عارفة ليه مفيش اي حد شك في غاو. وهي بتقف فوق القصر وبتقول هو اصلا اكتر واحد مستفيد من الموضوع ده، وانا فعلا بتمنى لا دلوقتي يكون كلامي غلط علشان كان الموضوع عمال اللي هو بيكبر. وفي مكان تاني بيكون في عربية بحصانة وطايرين في الهواء، والبنت الثعلبة بتقول يا فين هو ايه اللي حصل ليك الفترة اللي فاتت؟ هو انت ما بقتش فاكر اي نوع من الاعشاب الروحية اللي لازم الامير اللي هو ياخدها؟ وفين بيقول انا اسف الموضوع ده مش هيتكرر
تاني. والبنت بتقول له انت لو ما اخدتش بالك من شغلك كويس هتطرد، ومن غير آنسة الشابة كان زمانك اللي انت لسه متشرد في الشوارع. وهو بيكون متضايق وبيقول في نفسه انا مش مصدق اصلا ان اللي انا بقيت في مستوى الخدام كده، والخدامة نفسها هي اللي بتهزقني. زمان ما كانتش الخدامة اصلا تتجرأ اللي هي تقرب مني، ولا اللي هي تحط عينيها في عيني. وكمان حتى الدرع الروحي اللي ابويا عاملهولي اختفى، وانا بقيت زي الخدام. انما ساعتها فجأة بيفتكر الجبل الامبراطوري، والبنت اللي لابسه احمر بتقول يا فان هو انت بتبرطم بتقول ايه؟ الواضح اللي انت فيه حصان فعلا اداك بالرجل على نافوخك، خلاك عاوز اللي انت تخش مستشفى المجانين. هو انت بتحلم اللي انت ابن امبراطور ولا ايه؟ انت لازم اللي انت ترجع لعقلك دلوقتي وتعرف انت مين. والبنت ثعلبه بتضحك وبتقول الجبل الامبراطوري. واضح ان فعلا فان اتضرب على دماغه وبقى بيتصرف بطريقه غريبه وبيتكلم كتير كام عن الجبل الامبراطوري. الواد ده فعلا صعبان عليا قوي، وانا لازم اول ما اقابل امير اللي انا احاول الاقي له علاج. وساعتها في بنت بتفتح باب القصر وبتقول يا اخويا سمعت اللي انت عاوز اللي انت تخرج من العزله. وساعتها الولد اللي بيكون عامل نفسه اخوها بيقول لها هو في ايه؟ وهو بيقول لها لازم على الاقل احنا نخرج وقت ما يظهر مسار التنوير. وهي بتقول له انا اكيد ما عنديش مشكله علشان ده قرارك وانا بحترمك وهسمع كلامك. وهو ما بيردش عليه وبيقول في نفسه اللي انا احب بنت امبراطور كده الموضوع ده مش حلو زي البنت الثعلبه. حتى وانا شحات هي كانت عامله زي الشمس وكان صعب جدا ان اوصل لها مهما حاولت. واكيد يعني هي ما كانتش بتعاملني بطريقه كويسه علشان انا كنت صعبان عليها وبس، لا انا كنت تقريبا واحد مميز ليها. انا حاسس ان هي كانت بتعاملني بطريقه كويسه علشان حل اللي كان يصعب على الكافر ده. وهي كانت بتضحك له، وكل ما كانت بتضحك له كان بيفرح قوي بيقول في نفسه قريب قوي هقدر ان انا اقف قصادك يا غاو واخليك اللي انت تفتحي لي قلبك، واخلي عشيره الثعالب دي ترجع لمجدها من تاني. والبنت بتكون عماله بتندى على واد وهو اصلا بيكون سرحان. وفي منطقه تانية بيكون في ناس كتير قوي، وساكورا بتكون واقفه وعمال هي بتضحك مع غاو. وساعتها مرات غاو بتكون واقفه وبتندى على اير وبتقول لها انا عرفت النهارده حاجه غريبه. وبتقول لها ايه في ايه؟ فهي بتقول له لما غاو اتولد كل الناس اللي كانوا موجودين وقتها اختفوا. الواضح ان في سر في الموضوع ده. ومين بتقول انت قصدك ايه؟ انت قصدك اللي هو كان عنده مشاكل لما اتولد؟ وهي بتفتكر غاو قوته الشيطانيه وبتقول في نفسها المفروض اللي انا الوحيده اللي عارفه اللي هو وارث الفنون الشيطانيه، وكمان عمي وعمتي عارفين، بس المفروض برضه ان الفنون الشيطانيه دي الناس بتكسبها من التدريب وبعد كده بتحصل مشكله كبيره في العالم، بس هي مش عارفه هم ليه برضه ساكتين. وهي بتقول انا سمعت ان غاو لما كان بيستخرج مني عظام الداو بتاعتي ما كانش عنده اي خيار تاني، زي ما يكون كان فيها حاجه مخبيها. وهو دايما كان حاسس بالذنب ناحيتي. انا حاسه اللي هو كان بيعاملني بالطريقه البارده دي علشان يخليني اكون قويه. ومين بتكون مستغربه بتقول بصوت واطي انا لو عرفتك الطريقه اللي هتموتي منه بيها كان زمانك اللي انت شتمتيه بدل تفكيرك ده. وهي بتقول هو اكيد مكسوف من الناس بسببي. وغاو بيكون واقف وعمال بيتكلم مع ساكورا وبتظهر لوحه النظام وبتقول له ان اير دلوقتي بقت بتحبك اكتر. وهو بيقول اير فساكورا بتستغرب وبيقول لها لا قلت اسم بالغلط. واير بتكمل كام وتقول الشيخ الكبير اصلا قال اللي هو اتولد بطبيعه شيطانيه، وبعد كده قال اللي هو بيتصرف بطريقه شيطانيه، بس لا هو ما بيتصرفش كده، بيتصرف عادي. وخطيبته بتقول طبيعه شيطانيه انت تقصدي ايه؟ وهي بتقول في نفسها انا عارفه اصلا اللي هو بيستخدم دلوقتي طبيعه شيطانيه، ده امبراطور الشياطين غوي نفسه، بس انا مش فاهمه ايه اللي خلى اللي هي تفكر بالطريقه دي. وهو ساعتها بيجي وبيحط ايده على كتف اير ومين وبيقول لي انتوا كنتوا بتتكلموا عني ها في ايه؟ واير بتخاف جدا وبتقول له يا عم انت في مره هتعمل كده وهتقطع لي الخلف، وبتمشي وبتسيبه وبتقول انا اصلا مش فاضيه يلا سلام. وهو بيحط دماغه على كتف خطيبته وبيقول لها في مواهب كتيره موجوده هنا، من النهارده مش هيكون في حاجه علشان تساعديني وتخففي عني بقى شويه. وهي بتقول له اساعدك ازاي؟ وهو بيمشي ويسيبها وبيقول كل الشباب اللي موجودين هنا قوتهم ضعيفه جدا وما فيش اي حد يقدر اللي هو يساعدني علشان يخفف عني مشاكلي ويساعدني في التدريب. هو بيقف قصادها ويقول انا خايف ان في ناس من قاعة الاسلاف يجوا قريب ويدوروا عليا. وهي بتكون مستغربة من الكلام ده. هو بيكمل الكلام ويقول انا دلوقتي لو مت انت هتبقي ارملة. وهي بتديه وتقول ارملة وانا لحقت؟ وبعدين هي بتقول له مفيش اي حد هنا يقدر اللي هو يساعدك الا البنت اللي هناك دي ممكن اللي هي تساعدك. وساعتها بتبص على سيجين وسيجين بتقول واضح ان غو ومراته هما الاتنين بيبصوا
علينا. وهي بتشاور لهم وهما الاتنين برضه بيشاوروا لها، وهي بتقول طبيعي الأشياء جميلة اللي أنا ألفت انتباه الناس وخصوصا مين دي، عشان هي فاكريني اللي أنا بقرب من خطيبها وبحبه، فطبيعي لا أكون لافت انتباهها. وهو بيقول فعلا ممكن اللي هي تساعدني. وهي ساعتها بتديها وبتقول هي دي مش من عشيرة وان. وهو بيقول هي وريثة قاعة الأسلاف وقوية قوي، الواضح اللي انت مش عارفة المعلومة دي. وهي بتستغرب أول ما بتعرف الموضوع ده، وبتقول وريثة قاعة الأسلاف في حياتي اللي فاتت كان حد تاني غير سجين، أنا خايفة كان يكون في أكتر من ورث لقاعة الأسلاف دي. وبتقعد اللي هي كانت تعد رقم على إيديها وتقول فيها كذا حاجة كانت اتغيرت في الحياة دي عن حياتي اللي فاتت، وكل حاجة بدأت اللي هي تخرج عن سيطرتي. وهي بتقول لو ما كانتش أميرة سجينة تقدر اللي هي تساعدك، ايه رأيك في الناس بتوع القارة القديمة؟ الناس دول أقوياء. وغاو ساعتها بيضحك وبيقول لها أنا مش عايز غيرك، وقايل لك إن أنا عاوزك أنت اللي تساعديني، هتقولي لي بقى يمين هتقولي لي شمال، أنت اللي هتساعديني. وهي بتتكسف ووشها بيحمر، وهي بتقول أنت أصلا عجباني كده، وبعدين أصلا أنا ليا حل لكل المشاكل اللي عندي. وهي بتمشي وهي مكسوفة، وهو بيقول في نفسه أنا مش فاهم أنت هتعترفي إمتى بالحقيقة وتعرفيني إزاي رجعتي تاني للحياة، وأكيد هي لما تعرفني دي هتكون مكافأة كبيرة جدا. والنظام ساعتها بيطلعوا لوحة إن ابن الحظ يقدر اللي هو دلوقتي يستحوذ على جسم حد قوي. وغاو بيقول واضح إن في ابن حظ جديد وصل، أنا لازم أعرف مين ابن الحظ الجديد ده وأبدأ اللي أتعامل معاه، أكيد في الوقت المناسب هعرف كل حاجة. والمساعد بيجي وبيقول لغاو يا قائد الآنسة الشابة بتاعت عشيرة الثعلب وصلت. وهو بيقول خلاص تمام خليها اللي هي تيجي. ومين بتكون واقفة وهي غيرانة عليه، وهو بيمشي وبيقول أنا أروح علشان استقبل الناس، وبيكون بتوتر وخايف من مين. وبيقول في نفسه المفروض ان انا ياخد تنبيه اول ما يظهر واحد من ابناء الحظ او اي حد مرتبط بيه، والمره دي واضح اللي هو تابع البنت الثعلبه. هو ساعتها بيوصل وبيقولوا واضح ان انت جيتي من مشوار طويل قوي واكيد انت تعبانه، وانا اسف على المشوار الطويل ده. وهي بتقول ده حاجه اصلا نادر ان انت تهتم بحد، وانا مبسوطه ان انت بتقول لي الكلام ده، وفرحانه كمان اللي انا شفتك. وهو بيضحك وهو بيقول في نفسه وباصص على فان، هو المفروض هو الواد ده مع ان باين اللي هو واحد عادي، انا مش عارف انا اخد منه قوه دي لما اقابلها. وهي بتقول ايه هو في حاجه؟ هو بيقول لها لا لا ما فيش حاجه، بس انا ما كنتش متوقع ان انت تجيبي واحد زي ده معاكي، حاسس ان الولد ده مختلف شويه. وفين بيتصدم اول ما بيسمع الكلام ده، وبيقول في نفسه هو ايه اللي خلاه اللي هو يلاحظ حد زيي، وهو اصلا عنده سمعه كويسه جدا، ومع ذلك فكره اللي هو يفكر ويركز معايا الموضوع يصعب الدنيا قوي عليا. وهي بتقول له انت بتفكر كتير، الواد ده مسؤول عن الاحسنه اللي عندي، وهو كان عايز يشوف العالم الخارجي، فقلت ان انا اكسب ثواب واخده معايا. وهو بيضحك وبيقول حلو قوي انا بحب الناس اللي عندها احلام. وفين بيكون واقف وهو بيترعش وبيقول في نفسه هو ايه الاحساس ده، وحرفيا بيكون حظ اتنين، وده معناه اللي هو فقر ابن فقري. والبنت ساعتها الخدامه بتقول بصوت عالي يا فان غاو بيمدح فيك دلوقتي وانت مش عايز اللي انت تشكر، انت عايز تموت ولا ايه؟ والناس اللي واقفه بيقعدوا اللي هم يتكلموا ويقولوا الواد ده محظوظ قوي علشان واحد قوي وعظيم زي غاو كاب يمدح فيه. والتاني بيقول انا مش فاهم بيمدحوا على ايه، ده باين عليه اللي هو حمار. هو بيكون مرعوب انما على طول بينحني على الارض وبيشكره، وبيقول انا اسف على قله احترامي. وبيقول في نفسه غاو ده مرعب قوي، ده طلع اقوى بكتير من اللي أنا كنت بتخيله، ده واضح اللي هو قوه فعلا مش سهل، ومش اي حد يقدر اللي هو يضحك عليه، مش اي حد يقدر حتى اللي هو يعرف اي حاجه عني. انا حتى اختي كانت موجوده كان زمان اللي اثبت هويتي. وغاو بيقول انا ما بحبش الناس تنحني وانا بتكلم معاه عشان بحس نفسي اللي أنا مغرور قوي. وبيقول في نفسه الواد ده احسن من غين، على الاقل على الاقل هو عارف هو بينحني لمين، والمفروض على حسب الكلام اللي النظام قاله لي ان الواد ده في حد اخد جسمه. وفين بيقول وهو ماسك الصندوق بتاع العاديه وبيقول شكرا ليك جدا يا سيد غاو. وبيقول في نفسه الواضح ان صاحب الجسم ده بدل روحه مع فين ده. وهو بيقول للبنت الثعلبه الطريق بتاعكم اكيد كان طويل قوي وانتوا دلوقتي تعبانين، ايه رايكم اللي انتوا ترتاحوا شويه؟ وهي بترد عليه بابتسامه وبتقول طبعا زي ما انت عايز. وهو بيقول لها خلاص تعالوا معايا. انما ساعتها مين بتيجي وبتكلبش كاف ايديه وبتقول انت يا غاو هتقابل ناس مهمه قوي النهارده، مش هينفع ان انت تسيب الحفله. والبنت التعبانه ما بتقدرش اللي هي ترد، انما هو ساعتها بيكلمها بالتخاطر وبيقول لها خدي بالك من الواد اللي معاكي ده، ولو حصلت اي حاجه غريبه عرفينا على طول. وهي بتقول له حاضر. وهو بيقول يا ايه خدي دلوقتي الناس دول علشان يرتاحوا. وهي بتكون اصلا بتاكل بطيخ وبتقول انا مالي. وهو بيقول لها بلاش اللي انت تتصرفي زي عبيطه كده عشان ما خليكيش دلوقتي اللي انت تدفعي كل الفلوس اللي عليكي وانت اصلا ما حلتكيش 2 جنيه على بعض. وساعتها الواد بيسال البنت اللي جنبه يقول لها هو ايه الحوار بتاع الواد ده؟ فهي بتقول له ما اعرفش، بس احنا لسه عايزين
عايزين اللي احنا نفهم وكده نفهم كل حاجة قريب. وسي جين دي بتقول واضح ان الولد دي في وراه حاجة. وبعد شوية وقت وعلى بالليل كده جوه القصر بيكون في التماثيل اللي غاولة يوم لما كان بياخد ورث التناسخ، وهو بيكون واقف قصادهم ويقول انا لازم يكون معايا تماثيل كتير من العالم المقدس العظيم ده، والتماثيل اللي معايا من ورث. دي للاسف كانت نهايه الفيديو بتاعنا، فما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكم الفيديو جديد اول ما ينزل، اللي هو هيكون بكره ان شاء الله طبعا، وتدعمونا باحلى لايك وكومنت محفز عشان تساعدونا في اللي احنا نكمل تنزيل. وصلوا على النبي، وكان معاكم ميدو احمد، سلام.